ما بين الزيرو والواحد، عوالي تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تعتبروها قلب الذكاء الاصطناعي، الشبكات العصبية الاصطناعية. كل واحد فينا جواه دماغ متكون من مليارات الخلايا العصبية. الشبكات دي بتحاول تحاكي ده. ركزوا معايا. هنعمل ايه يا تيفا في مشكلة عبده؟ انا بقالي كام يوم بعصر دماغي ووصلت لكام فكرة كده. طيب ايه، هنتقابل عندي النهاردة؟ الأول يا آدم لازم أخد رأي عبد الحميد في حاجة مهمة. لو وافق نتقابل كلنا. كلنا؟ انت قصدك ايه؟ تخيلوا لو النظام ده كان متوصل بكاميرات مراقبة أو بأسلحة. ها يا عبدو، قلت ايه؟ موافق ولا هيبقى في حرج بالنسبة لك؟ مش عارف يا تيفا، مش عارف. بص يا عبدو، محدش ما عندوش أسرار في حياته، وممكن يكون بيخجل منها أو خايف إن حد يعايره بيها، فلازم تبقى واثق من القرار. أنا واثق فيكم وعارف إنكم بتخافوا عليا. اعملوا اللي شايفينه. بس كل ده مش هينفع إلا لو عرفنا الاسم يا عبدو. هتعرف تتصرف؟ ربنا يسهل. هتكلموهم إمتى؟ النهاردة إن شاء الله. أنا جبتلك موافقة على إنك تاخدي حملة إعلانية للمشروع الجديد من شركات الخربوطلي، بس ده هيبقى مشروط بإنك تنفذي اللي قلتلك عليه. اتفقنا. أنا هقرب منها واللي هعرفه هبلغك بيه. أول لما أشوف منك أمارة هتمضي عقد الإعلان. ندى، من فضلك ممكن كلمة؟ طبعا يا آدم، خير. أخلع أنا طيب؟ لا، أنا عايز أتكلم معاكم أنتوا الاتنين في موضوع كده، بس توعدوني إنه يفضل سر ما بيننا حتى لو هترفضوا. أوبا، سسبنس، سر ونرفض؟ أنت بتتكلم بالألغاز يا آدم؟ ده سر يخص عبد الحميد زميلنا، وهو محتاج مساعدتنا. قول يا آدم، أنا قلقت. تفتكر هيوافقوا يا تيفا؟ مش عارف يا عبدو، بس غالبا آدم حبوب ولطيف وبيعرف يقنع اللي حواليه. أنا استريحت له على طول. وأنا كمان، بس أقول لك حاجة. قول يا حكيم زمانك. عندي إحساس إن آدم وراه سر كبير. عبدو هولمز، فكك، أديهم جايين علينا كلهم بربطة المعلم. دلوقتي بما إننا كلنا موافقين نساعد عبده، فمبدئيا كده لازم نتفق اتفاق. أي حاجة تحصل بينا تفضل بينا تحت أي ظرف، ولو هيناسب البنات مش هنتكلم في الكلية عن الموضوع ده. إحنا هنخلي شقة آدم المقر بتاعنا. أنا ما عنديش مانع، بس يا ريت ما نروحش كلنا مع بعض. مش عايزين حد يلاحظ تجمعنا أو خروجنا سوا. موافق جدا على كلام ندى،
أنا وعبده هنسبق، وندى وتاليا يتحركوا سوا بعدنا بنص ساعة مثلا، وكده ولا كده تيفا عارف العنوان فيحصلنا آخر واحد. خلاص هنتقابل بكرة، ويا ريت يكون عبده نفذ المطلوب منه. أموت أنا في جو السسبنس ده. ندى، بقولك إيه؟ خير يا بسنت؟ انت عارفة اني ببيع لبس شيك آخر حاجة، فأنا جالي أطقم محجبات واو، ودي أول مرة أشتغل في أطقم المحجبات، ففكرت فيكي أول واحدة، زميلتي ودفعتي بقى، وهعملك خصم كبير كمان. إيه رأيك؟ متشكرة خالص يا بسنت، بس أنا حقيقي آخر اهتمامي اللبس. ما هو عشان آخر اهتمامك أنا اللي ههتم، وبعدين أنا واثقة إن اللبس عليكي هيجنن، وطبعا كل الزميلات هيقولوا واو إيه اللبس الحلو ده، فأنتي هتقولي إنه من عندي، فاتفاق كله مكاسب. أقولك أول 2 pieces هدية مني عشان الدعاية. قلتي إيه؟ طيب خليني أفكر وأرد عليكي. أوكي زي ما تحبي. باي. باي. كانت عايزة منك إيه بسنت ملكة التيك توك؟ كانت عايزة تبيع لي لبس، وبعدين عرضت تدهوني من غير فلوس، بشرط إن لو حد سألني أقول من عندها. هي بتبيع حاجات جامدة جدا الصراحة، وصفحاتها مكسرة الدنيا، بتجيب لبس من بره، ما تعرفيش بقى متهرب لطات، بس أسعارها حلوة وذوقها حلو، فجربي مش هتخسري حاجة. عم صديق، عم صديق، أهلا يا عبدو، تعال. أنا عايز منك طلب صغير. خير يا عبدو؟ أنت أكيد زمان سمعت اسم أبويا، فأنا عايز أعرف الاسم. أنت بتفكر في إيه يا عبدو؟ هقولك يا عم صديق، بس أنت تعرف الاسم، ها؟ قولي بقى خطتك قبل ما العصابة تتجمع كلها بكرة. 2 شاي كده وانا هرسيك على الحوار. ماشي هقوم وانت احكي. لو عبده جاب اسم ابوه فاحنا عندنا معلومة مهمة، اللي هي ايه؟ انه كان زميل امه ودفعتها، فنقدر من خلال الكلية بتاعتهم نعرف معلوماته، زي عنوان سكنه، تليفونه. ايوه يا تيفا، بس ده من 20 سنة تقريبا. يا سيدي عارف، ما هو كل دفعة بيبقى ليها ملف كده في شؤون الطلبة. وهم هيدونا الملف كده بسهولة؟ لا طبعا، عشان كده ده دور البنات، هم اللي هيطلبوه. ده برضو على أساس إيه؟ إنهم طلبة في كلية إعلام وبيعملوا تقرير عن دفعات اتخرجت بقوا فين ووصلوا لفين وكده. يعني لما يقولوا كده هيصدقوهم؟ غالبا لأ. وهنا دور ندى، هي بتفهم في شغل ال AI والصور والجو ده، وانت عندك جهاز قوي، هنضرب كرنهين باسمهم ما يخروش المية. يخرب بيت دماغك، انت عايز تلبسهم مصيبة تدخلهم السجن. يا عم اهدى بس، محدش هيشك فيهم، ما تقلقش، وبعدين هم هياخدوا أسرار، دي عناوين وأرقام تليفونات. طيب لو فرضنا جابوا المعلومات وعرفنا عنوان أبو عبد الحميد ورحنا لقيناه عزل، إيه الوضع؟ الوضع ساعتها هيختلف، واللي هنعمله ممكن يدخلنا كلنا السجن. اللي بتعمله ده ولا ليه لازمة، ولو كان عايز يعرف ابنه كان جالك أو سأل عليك، هتستفيد ايه لما تعرف ولا تجابله؟ على الأقل أعرف ليه سابني يا عم صديق، هل فعلا كان كل همه الفلوس ولا ده مش حقيقي؟ وبعدين انت قلت ان ماما رجعت ومعاها ورقة طلاقها، فلازم أفهم ليه اتطلقت بعد ما هربت واتجوزته من ورا أهلها وسببت لي أنا كل الهم ده. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. روق كده يا عبدو. قولي يا عم صديق الاسم أرجوك. حاضر، اسمه شهاب. شهاب ايه يا عم صديق؟ معرفش غير الاسم ده وبس. دي كده باظت من أولها. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل، في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب
صعب بكرة لينا أكيد هيميل. احنا مع